يقولون إن التاريخ يكتب بالدم، لكن الشيخ أحمد ياسين قال إنه يكتب بالسنن الإلهية، وحدد الموعد عام 2027، واليوم ونحن في عام 2026 تبدو عقارب الساعة وكأنها تهرول نحو الحافة. ليلى عبد اللطيف لم تكن تمزح حين قالت: سترون طائرات وصواريخ تغطي سماء المنطقة، وخرائط ستختفي لترسم أخرى. هل هي مجرد صدفة أن تشتعل حرب الخرب الخالية في هذا التوقيت بالذات، أم أن ما يحدث في سماء تل أبيب الآن هو العرض الافتتاحي لمشهد الختام؟ إيران تضرب، أمريكا تتخبط، وإسرائيل تعيش رعب لعنة العقد الثامن. في هذه الحلقة سنفكك شفرة الصواريخ التي حطمت أسطورة الدفاع، ونربطها بنبوءة الرجل المقعد الذي هز عروشا قبل رحيله. هل نحن في بداية النهاية؟ موازين القوة والتحول الاستراتيجي. لسنوات كنا نتحدث عن حرب الظل، ضربة هنا واغتيال هناك، لكن القواعد تغيرت. الصواريخ الإيرانية التي انطلقت في الوعد الصادق وما تبعها من عمليات في 2025 و 2026 لم تكن مجرد رسائل سياسية، بل كانت عملية إعماء ممنهجة لآلة الحرب الإسرائيلية. عندما تضرب صواريخ فتاح الفرط الصوتية وقذائف خيبر شيكن أهدافا في قلب قاعدة نباطيم وتل ناف، فإنها لا تضرب الإسمنت، بل تضرب مفهوم التفوق الجوي الإسرائيلي. المحللون العسكريون في حيرة: كيف نجحت إيران في اختراق أعقد منظومات الدفاع في العالم؟ الإجابة تكمن في إرباك السياق. إيران لم تعد تعتمد على الكم، بل على الإغراق الذكي. هي تجبر منظومات آرو ودافيد سلينغ على استنزاف مخزونها أمام مسيرات رخيصة، لتمهد الطريق للصواريخ البالستية التي لا تخطئ طريقها نحو مقرات الموساد في غاليلوت. هذا المشهد الميداني يضعنا أمام سؤال واحد: إذا كانت هذه هي البداية، فكيف سيكون الحال في عام 2027؟ نبوءة الشيخ أحمد ياسين. لماذا 2027؟ في عام 1999، وبينما كان العالم يحتفل بالألفية الجديدة، خرج الشيخ أحمد ياسين بكلمات لم يفهمها الكثيرون حينها. قال: إسرائيل قامت على الباطل، والربع الأول من القرن القادم سيشهد نهايتها، بالتحديد عام 2027. الشيخ لم يكن عرافا، بل كان قارئا للتاريخ. استند إلى دورة 40 عاما، 40 عاما من النكبة إلى الانتفاضة، و40 عاما من الانتفاضة إلى التحرير. انظروا إلى الواقع الآن: انقسام داخلي إسرائيلي حاد، هجرة عكسية بالآلاف، وجيش منهك في جبهات متعددة من غزة إلى لبنان وصولا إلى طهران. حتى القادة الصهاينة بدأوا يتحدثون علانية عن لعنة العقد الثامن، خوفا من مصير الممالك اليهودية القديمة التي لم تعمر أكثر من 80 عاما. هل كان الشيخ يرى في كرسيه المتحرك ما لا تراه الأقمار الصناعية؟ الحرب الحالية ليست مجرد نزاع حدودي، إنها المخاض الذي تحدث عنه، تفكك من الداخل وحريق من الخارج. ليلى عبد اللطيف ودخول العرافة على الخط. وفي خضم هذا الغليان تظهر ليلى عبد اللطيف بتوقعاتها التي باتت تثير القلق قبل الإعجاب. قالتها بوضوح: صار الشعب الإسرائيلي في المطارات والموانئ يغادر بلا عودة. وتحدثت عن حدث كبير في قلب تل أبيب سيغير موازين القوى العالمية. البعض يراها مجرد صدف، لكن الربط بين توقعاتها ونبوءة الشيخ أحمد ياسين يخلق حالة من الارتباك الذهني لدى المتابع. ليلى تحدثت عن ظلام يلف مدنا إسرائيلية كبرى نتيجة هجوم صبراني وعسكري غير مسبوق، وعن انهيار العملة والاقتصاد. عندما نجمع قطع الأحجية، صواريخ إيران التي بدأت تضرب منشآت الطاقة، مع نبوءة الشيخ، مع توقعات ليلى، نجد أنفسنا أمام خارطة طريق واحدة، كلها تشير إلى أن الجغرافيا التي نعرفها اليوم لن تكون هي نفسها غدا. الحرب الكبرى وموقف واشنطن. لكن أين أمريكا من كل هذا؟ حرب الخرب الخالية هي المصطلح الذي يطلقه البعض على الصراع الحالي،
حيث الكل يضرب ولا أحد يعلن الحرب الشاملة. واشنطن تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران واستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة جعل الحماية الأمريكية عبئا لا ميزة. إيران لا تهدف فقط لضرب إسرائيل، بل لفك الارتباط الاستراتيجي بين واشنطن وتل أبيب، وهذا بالضبط ما يمهد لعام 2027 بدون جسر قوي أمريكي، وبدون دعم مالي مفتوح، وبدون صواريخ قادرة على الوصول لأي نقطة. تبدو إسرائيل اليوم وكأنها تواجه قدرها وحيدة لأول مرة منذ عام 1948 بين يقين المؤمنين بنبوءة الشيخ وتحليلات السياسيين المتشائمين وتوقعات الحرافين. يبقى الميدان هو الحكم. الصواريخ التي سقطت بالأمس في حيفا وتل أبيب لم تكن مجرد مقذوفات، كانت رسائل مشفرة تقول إن زمن التفوق انتهى. هل نحن فعلا نعيش السنة الأخيرة ما قبل الانهيار الكبير في 2027؟ أم أن الواقع سيفاجئ الجميع بمسارات أخرى؟ التاريخ يتحرك بسرعة الضوء، والمؤشرات بدأت تظهر في كل انفجار، وفي كل غارة، وفي كل صرخة رعب في شوارع الكيان. شاركونا في التعليقات. هل ترون أن نبوءة الشيخ أحمد ياسين اقتربت من التحقق؟ وهل تكون إيران هي الأداة التي ستقلب الطاولة نهائياً؟